مريم كانت دايما بتحب تقعد في شقتها لوحدها بعد ما رجعت من شغلها، وتحب تقفل على نفسها وتفضل في سكون الليل. في يوم من الأيام وهي قاعدة على الكنبة، فجأة سمعت صوت طرقات على الباب. كان الصوت غريب، مش زي أي صوت عادة بيسمعه الواحد في البيت. حست إن في حاجة مش مظبوطة، بس حاولت تطنش، يمكن يكون حد غلط جاي يطرق على باب الشقة. طرق اتكرر تاني، بس الصوت كان أقوى المرة دي. قلب مريم بدأ يدق بسرعة، مش متعودة على كده. بصت من عين السور في الباب، مفيش حد، ولا حتى في أي حد واقف في الرضا. اتسألت ممكن يكون حد من الجيران، بس مفيش حد يطرق على بابها بالطريقة دي. راحت فتحت الباب شوية لحد ما يبان، لكن الباب كان مقفول تمام، وكان في حاجات غريبة على الأرض قدامه، زي حاجات مرمية من غير ما حد يشوفها. لكن في حاجة تانية كانت غريبة، كانت الريحة اللي جت من ورا الباب. ريحة غريبة زي ريحة دخان قديم، وكأن في حاجة محروقة في مكان بعيد. قلبها بدأ يغلي، وعايزة تقفل الباب وتبعد، بس فجأة الباب هز من تلقاء نفسه، وكان الصوت جاي من وراءه. مريم افتحي الباب، قالت الصوت بصوت هامس. كان الصوت بيقول اسمها. معرفتش مين ده، مش قادرة تتحرك، القلب بيتسارع، ودماغها مش قادرة تركز. قررت تفتح الباب علشان تعرف مين. فتحت الباب شوية وبدأت تلمح ظل غريب، وشه مظلم مش واضح معالمه. الصوت قال مريم جايين علشانك. القلب بتاعها كان بيغلي، عيناها كانت مش قادرة تشوفه بوضوح. لما فتحت الباب أكتر، لقت نفسها قدام حاجة غريبة جدا. كان في حاجات معلقة في الهواء زي خيوط ما بين الأرض والسقف، وكان في صوت غريب كأنه همسات بعيد عن قلبها، زي حروف مش مفهومة. مريم ما قدرتش تتماسك أكتر، رجعت لورا وباب الشقة اتقفل لوحده. كانت متأكدة إن الصوت مش من حد عادي. اتقربت من الباب تاني وحست إن في حاجة غلط. الريحة كانت بتزيد، الصوت بقى أعلى، وابتدى يطلب منها حاجات غريبة زي تعالي ومفيش مفر، وصوتها كان بيتقطع. في اللحظة دي الباب فتح لوحده، والظلام كان بيغمر المكان. كانت لسه عايزة تفر من المكان، لكن ظهر حاجة غريبة قدامها، شكلها مش بشري، مش ممكن تفسرها. كل ما شافت الهمسات زادت والأنفاس قريبة منها. ورا الباب لقت كل الحاجات بتتحرك، وكل الأشياء في البيت بدأت تتغير، حتى الحيطان بدأت تتنفس منها، لحد ما فجأة الباب اتقفل لوحده تاني. مفيش حاجة تقدر توقفها.